وصفتنا النهاردة سهلة جدا وبسيطة جدا، بصدرين فرخة هتعملي أحلى فطور وأحلى وصفة وأحلى أكلة. بصوا ممكن تتخيلوها كده، يعني حاجة بسيطة جدا بإيدك انتي، وبصوا يعني حاجة حلوة اوي. هنجيب هنا معانا صدر فرخة، هما صدرين فرخة هنقطعهم كده زي قطع البانيه، يعني حاجة انتي مقطعاها بإيديكي. يعني أنا جبت فرخة وشلت منها صدرين الفرخة بتوعها، يعني الصدرين بتوع الفرخة شلتهم منها، وبقية الفرخة أنا عملتها ايه، وجبة تانية. يعني ممكن من الفرخة قلنا كذا مرة نعمل وجبتين منها. تمام. انا هنا عملت الصدر الفرخة ده، قطعته كده زي قطع البانيه زي ما احنا شايفين. ودي برضو مش هرميها، اللي احنا شايفينها دي اللي هي بواقي الصدر بتاع الفرخة، ده الصدر التاني برضو هقطعه كده زي قطع البانيه. وبأقل حاجة هتعملي بصي يعني وجبة سريعة وحلوة قوي وموفرة جدا. تمام كده. بصوا انا كده بقطعها زي ولا بقطعها شرايح تخينة ولا رفيعة. بصوا كده انا بقطعها بالطول، يعني بقطع قطعة البانيه بقطعها كده ايه بالطول زي الصباع. هفضل اقطع الكمية كلها كده مع بعضها زي بعضها، يعني نفس الشكل طول واحد كلها كده بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. تمام. وهنعملها بقى احلى واجمل تتبيلة في الدنيا. معانا هنا بقى بصلاية كده هنبشرها، مش هنستعمل النهاردة الكبة خالص. معانا هنا ليمونة، بصلة متوسطة، ليمونة. هنا معلقتين زبادي بقى شيليهم ايه مكان ما بتتسحري كده، توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل اسود، كمون. نحط توابل البهارات، نحط معاها شوية من الكاري. كل التوابل دي من كل حاجة نص معلقة صغيرة. تمام. نجيب بقى هنا بيضة ونكسرها على الكلام الجميل ده كله. نقلب بقى الخليط كله كده مع بعضه ونشيله ساعتين. هنا بعد الساعتين جبنا بقى هنا ايه، جبنا هنا الفيجيتار السايب زي ما احنا بنقول، او الريتش باك، او فيجيتار اللي هو الحار او البارد زي ما انتي حابة. هنحط كده بقى القطع اللي احنا عملناها كده بالشكل ده. يعني عايزة اقولك من صدرين فرخة بس هتعملي وجبة كاملة متكاملة. ممكن تعملي جنبها بقى مكرونة محمرة وبطاطس شيبس وصوابع، زي ما انتي حابة. بصوا يعني غنية جدا، موفرة جدا جدا جدا، هترمي معاكي كتير قوي قوي. نغلف بقى كده الطبقات كده بالشكل ده. اهم حاجة نضغط عليها يعني كويس قوي، ونعرف ونطمن ونتأكد ان القطعة تغلفت تماما بالبقسماط او بالفيجيتار. طبعا الفيجيتار ده بجيبه سايب من عند العطار، بيبقى حلو قوي ونضيف جدا. عايزة تجيبي حار بس تمام، عايزة تجيبي بارد وحار مفيش مشكلة. دي القطعة اللي طلعت الأخيرة من البانيه لغاية ما عملنا الكمية كلها بقت بالشكل اللي احنا شايفينه ده، يعني عاملة زي الاستريبس كده. هنيجي بقى على الزيت، طبعا زيت مقدوح بس مش قوي، يعني مش سخن قوي. نحط بقى ننزل فيه القطع بتاعتنا بالشكل الحلو ده لغاية ما تاخد معانا اللون الذهبي. يعني بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ما نقلبهاش اول ما نحطها علشان الكفر اللي عليها ما يتفكش. لكن بعد يعني بصوا يعني مش اول ما نحطها في الزيت نقلبها، لا نستنى شويه لحد ما ايه تمسك كده في الزيت، بعد كده ايه نقلبها براحتنا. طلعنا هنا كده هنطلع اول طاسه. تمام. وبرده هكمل بقيه الكميه برده، اطلع بقيه الطاسه برده، يعني اطلع الطاسه بتاعتي. خلاص تمام كده خلصت كل الكميه لحد ما بقت بالجمال اللي احنا هنشوفه ده بالشكل ده. شايفين يعني صدرين فرخة ما شاء الله رموا معانا كتير، وحاجة حلوة جدا، والطعم روعة روعة جدا. اخر حاجة بصراحة جربوها. ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة ودعمونا بلايك، واتمنى يعني يكون الفيديو عجبكم. يعني شايفين كده الجمال والحلاوة، طرية من جوه ومقرمشة كده شوية من بره، حاجة في منتهى الروعة. طبعا اتمنى يكون عجبكم الفيديو ان شاء الله، واشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم.